بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الجزيرة في قطر، آخر الأخبار على مدار الساعة القادمة نستهلها بخبر عاجل وصل لتوه. انفجار سيارتين مفخختين في معقل الزعيم القشي بتونس عبد الله قشي يسفر عن مقتل 24 قحبة وبطرونتين، ومن بينهم فتحي قرقابة المسؤول على الجناح البقوري لهذا الحزب. وإليكم تقرير تالي من مدينة تونس. هنا وفي هذا المكان بالذات كان يخضع على الأقل 4000 حريف تونسي يأتون من كل فج عميق، ليس لممارسة الجنس فقط، وإنما لإحياء بعض الغرائز التي كادت أن تموت بين ضوضاء العاصمة وضجيجها. وها هو هذا المكان اليوم أصبح بعد التفجيرات بؤرة للقطط الضالة والمتسولون، فلم تعد عملية الإغراء التي تنادي كل بعيد وقريب، ولا تنوع الجنس بين الشيشة والبقور يسمن ولا يغني من جوع. حسان الخليفي، الجزيرة، من أمام معقل الزعيم القشي عبد الله قشا.